غلطات اوعى تعملها لو انت شغال في الديجيتال ماركتنج او السوشيال ميديا ماركتنج، او حتى في البيزنس والماركتنج عموما، ان انت تبقى شغال من غير بلان، من غير خطه. ان انت تبتدي تقول خلاص انا هنشئ صفحه على الفيسبوك، هعمل اكونت على انستجرام، هيبقى عندي مثلا ويب سايت، ويلا هبتدي مثلا انا اعرض منتجاتي او خدماتي على جمهور، الجمهور ده هيحب المنتجات بقى بشويه البوستس والريلز والفيديوز لكن انت عارف جمهورك مين؟ هل انت دارس السوق اللي انت هتبتدي تاوبريت او تشتغل او تنافس فيه؟ طب هل انت دارس المنافسين؟ انا ما بقولش ادرس تسويق بالمعنى او الماركتنج يعني بالمعنى الحرفي والدقيق، ان انت مثلا هتقعد تدرسه زي 4 أو 5 سنين زي كليات البيزنس، او حتى انت تدرسه مثلا زي ماستر مثلا في سنتين، بس على الاقل اعرف ايه هي اساسيات البيزنس والتسويق. ابتدي اعمل خطه. وانا عندي مقوله دايما بحب اقولها: خطه بتعرج احسن من ما فيش خطه. لو انا عملت خطه مش قويه قوي، مش 100% بيرفكت يعني، بس ابتدت تشتغل معايا، ابتدت تجيب معايا بعض النتائج، ابتديت اعرف اعدل عليها، ابتديت اعرف امسك نقاط القوه والتقدم اللي انا بعمله واكافئ نفسي عليه، او اشوف ايه ممكن الحاجات الضعيفه اللي بتحصل عندي ومش هعاقب نفسي، بس ابتدي ان انا احللها واطورها من جديد. هنا انا اقدر اقول ان انا ممكن انجح في البيزنس بتاعي لو كان اونلاين او حتى لو كان اوفلاين. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر الغلطات اللي وقعتوا فيها وحسيتوا ان هي فعلا لما اتصلحت فرقت معاكم في البيزنس. لو عجبكم الفيديو ممكن ناخد فكره عن باقي الفيديوهات، ما تنسوش اللايك والشير، وتساعدني جدا متابعتكم. كان معاكم تامر المغازي، سلام عليكم.